بالفعل عرفت بلادنا تساقطات مطرية مهمة جدا. ففي الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 8 يناير بلغت يعني التساقطات المطرية 108 ملم، مسجلة فائضا مهما قدره حوالي 94.4 مقارنة مع نفس المرحلة من السنة السابقة، و21% مقارنة مع مع المعدل المعتاد. وخلال نفس الفترة تم تسجيل تساقطات ثلجية مهمة بعدد من مناطق المملكة تجاوزت المساحة الإجمالية القصوى 55.4 ألف كيلومتر عبر مختلف ربوع المملكة، وهي نسبة أعلى لمسجلة في هذه السنوات الأخيرة. وتجاوز سمك الثلوج مترين في بعض المناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 2500 متر. بالنسبة للسدود اللي جاء في السؤال ديالك، انتقل من 31.1 بتاريخ 12 دجنبر 2025 إلى 45.26 بتاريخ 8 يناير اليوم، بحجم مخزون تجاوز 7 مليار متر مكعب، بالضبط 7.58 مليارات متر مكعب، مقارنة بنسبة ملء بلغت 28.4 في نفس التاريخ من السنة الماضية. لم يتم تسجيل هذا المعدل تقريبا منذ 17 يوليو 2021 الحمد لله. بالنسبة للواردات المائية المسجلة على مستوى السدود منذ فتح شتنبر إلى غاية 8 يناير 2026 فقد بلغت حجما إجماليا يقدر بحوالي 3427 مليون متر مكعب، من بينها 3006 مليون متر مكعب تم تسجيلها منذ 12 دجنبر 2025 إلى غاية 8 يناير 2026، وهو ما يمثل حوالي 88% من إجمالي الواردات المسجلة منذ فاتح شتنبر 2025. تقوم حاليا مجموعة من السدود بتفريغ الفائض خاصة على مستوى الحوض السبو. أيضا هناك حوالي أزيد من 32 سد صغير عرف نسبة ملء تتجاوز 100%. بعض السدود الكبرى يمكن نتكلموا على نسبة ملء مهمة، وطبعا هذا إجراء اللي كيدار من أجل في حالة ارتفاع يعني المنسوب ديال المياه يتم تصريفه بهذا الشكل هذا. ميديانايا، تحري صدق مهنية. باش يوصلكم جديد ميديانايا ما تنساوش الاشتراك، البارتاج وتفعيل الجرس. مرحبا وألف مرحبا.